اهلا بكم حبيبات قلبي في فيديو جديد في وصفه جديده البنات. كما راكم تشوفوا حبيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه اللي اكثر من روعه. اذا وصفه تشبه بزاف الكروكي، اذا بواحد الطريقه مختلفه تماما وبنتها بنه يا البنات. اذا نتمنى حبيباتي تجربوها الوصفه للعيد باذن الله، راح تقدروا تحضروها في اخر لحظه البنات. اذا وتجي روعه روعه، ريحتها راهي دايره حاله يا البنات. انا متاكده ان شاء الله اللي راح يذوقوها عندكم راح يهبلوا عليها وراح يدوا من عندكم الوصفه. اذا واحد الوصفه سهله وبسيطه وطريقتها من اسهل ما يكون. برك البنات تابعوا الفيديو للاخير باش كامل ان شاء الله تنجحوا في الوصفه. ما تنساونيش بجمل الفيديو بارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء. اذا نخليكم بدون اطاله مع مراحل الوصفه بالتفصيل. اولا حبيباتي نصلوا وسلموا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. البنات واش عندي؟ بسم الله. اذا عندي هنايا زوج بيضات بحراره الغرفه. بسم الله. اذا راح نخدم انا لاجينواز تاعي بزوج بيضات، راح نحط عليهم قرصه ملح هكذا باش يطلعوا لي بالخف. راح نضيف عليهم 4 مغارف سكر، عفوا 2 مغارف سكر. كل بيضه نحط لها مغرف سكر معمره كما راكم تشوفوا، مغرف اكل. لازم برك البنات المغرف تكون معمره بومبي. راح نطلع البيض تاعي والسكر مليح مليح بالباتور. بسم الله. شوفوا البنات، اذا نحصلوا على خليط ابيض يبيض معنا الخليط ويضاعف الحجم تاعو كما راكم تشوفوا البنات. اذا هنايا راح نحط عليه زيت تاع الليمون تاع القرص. لازم تجربوا البنات، هذا الكروكي يجي من اروع ما يكون. اذا واش راح نضيفوا البنات؟ كما راكم تشوفوا البنات، عندي على راس المغرفه خميره الحلويات. اذا هنا نبدا نزيد في الفرينه تاعي. الفرينه لازم نغربلوها. اذا نحط المغرفه الاولى، نحط المغرفه الثانيه، 2 مغارف كما راكم تشوفوا هكذا، ونطلع. بسم الله. نزيد المغرفه الثالثه، تكونش معمره بزاف البنات كما راكم تشوفوا. لازم تغربوا الفرينه تاعكم باش لاجيناز تاعكم تجيكم تنجح. نجيب انا البلا تاعي البنات ونفرغ فيه العجينه. نكونوا البنات تكونوا غلفتوه بالبابي كويسون باش هكذا ما تلصق الكمش. الفرن تاعي راني سخنته مسبقا على اقصى درجه. حندخل لاجينواز تاعي، مش راح تشد بزاف وقت، تقريبا 5 دقائق راح تطيب. اذا نسوي العجينه تاعي. سووها مليح بهذا الشكل. بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. اذا ندخل لاجينواز تاعي طيب. من جهه واحده اخرى البنات، هنايا عندي كما راكم تشوفوا الكاس 220 مليلتر نواة كوكو. البنات اللي ما يحبوش نواة كوكو تقدروا تعوضوه باللوز مطحون ولا كاوكاو محمص ومطحون. عندي هنايا نص كاس بسكوي اي نوع متوفر عندكم. وعندي هنايا كاس ناقص صباع كما راكم تشوفوا فرينه. نخلطوا النواشف كامل مع بعض. كما راكم تشوفوا مغرف خميره تاع الحلوى، ونخلوهم جانبا. من جهه واحده اخرى البنات، عندي هنايا 2 بيضات. راح نضيف عليهم كل بيضه راح نضيف عليها مغرفه سكر. خلط الخليط تاعي مليح مليح. وراح نضيف عليه الخليط تاع النواشف.
اذا جاكم الخليط ناشف بزاف زيدوا بيضه، لانه يبقى على حسب الحجم تاع البيض. اذا هنا راح نزيد بيضه. نخلطوا كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا البنات. هذا الخليط اللي لازم تحصلوا عليه. بعد ما طيب لاجينوز تاعي البنات راح نقسمها على 3 اجزاء هكذا، لازم يكونوا قيس بعض بهذا الشكل. نجيب الكونفيتير تاع المشماش راح نحط هنا، ندهن بين الطبقات تاع لاجينوز ندهنوها بالكونفيتير تاع المشماش، نحطو فوقها طبقة ثانية نزيدو ندهنو. احنا لاجينوز تاعي البنات جاتني شويه رقيقه، ما جاتنيش خشينه بزاف. تحبوا نتوما تحطوا لها 3 بيضات. اذا نحطوا عليها الطبقه الثالثه، خلوها جانبا. نجيب الخليط تاعي البنات اللي كنا خدمناه مع بعض. اذا حطيته هنايا في لابوش، حطيت لادوي تاعي. اذا هنايا راح نقوم بهذه العمليه كما راكم تشوفوا فوق لاجينوز تاعي. لازم ثاني نغطوا هنايا الجوانب. راح نكمل كامل بنفس الطريقه. بهذا الشكل البنات. نحاولوا برك هنايا نسووا الاطراف. نعاود ندخل الكروكي تاعي للفرن حتى يدي تحميره مليح ويطيب من فوق، ونرجع لكم. بالنسبه للناباج البنات اللي راح ندهنوا به، هنا البنات عندي 70 غرام سكر، راح نحط عليها 70 غرام ماء، راح نخليها تغلي فوق النار مده 5 دقائق. بعد ما يوجد السيرو تاعنا البنات، اذا كيما راكم تشوفوا البنات نحط له هنايا 2 مغارف كونفيتير تاع المشماش. كان حطيت عليه 2 مغارف كونفيتير تاع المشماش وخلط مليح. هكذا يوجد الناباج تاعنا، وراح ندهن به الكروكي تاعنا. اذا يجي من اروع ما يكون البنات، نتمنى تجربوه في هذا العيد بنت وبنه. تعيشوا البنات. خلوا لي جيم للفيديو، بارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء هكذا باش كامل يشوفوا الوصفه وتعمل فائده. نقص لكم منه وتشوفوه. ونختم الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وانتظروني غالياتي في فيديو جديد. سلام.